أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. الله سبحانه وتعالى يعلم أننا سنستهين بهذا الخلق. إيش يعني غيبة؟ فوصفه بوصف قبيح حتى يحذرنا منها. كل مرة تفكر أنك تتكلم عن أحد من وراء ظهره. سبحان الله يا جماعة، الغيبة من كبائر الذنوب ومن أسباب عذاب القبر ومن الأسباب العذاب في الآخرة. إيه هي الغيبة يا جماعة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. قلنا يا رسول الله وإن كان فيه؟ قال: فقد اختبته، وإن لم يكن فيه؟ قال: فقد بهته. يعني إيه يا جماعة؟ أنا دلوقتي تكلمت على شخص، هذه غيبة. طب افرض أنا تكلمت على هذا الشخص وفعلا الحاجة دي فيه، مثلا هو بخيل وفعلا هو بخيل، هل دي تحتسب غيبة؟ نعم تحتسب غيبة، لأن ذكرك أخاك بما يكره. قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رب يا رسول الله، طب دي الحاجة دي فيه أصلا، أنا مش بقول حاجة مثلا جديدة أو مثلا بقول حاجة مثلا مش فيه، لا. قال: فقد اختبته، وإن لم يكن فيه؟ قال: فقد بهته. أي افتريت عليه يا جماعة. النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج رأى أناس لهم أظافر من أظافر كده كلها نحاس، يختشون صدورهم ويختشون وجههم. فالنبي صلى الله عليه وسلم تعجب: من هؤلاء؟ مين دول يا جبريل؟ قال: مين دول يا جبريل؟ دول يا جماعة اللي بيسبوا الناس، دول اللي بيظلموا الناس، دول اللي بيتكلموا في عرض الناس، دول اللي بياكلوا بحق الناس. الغيبة يا جماعة من أسباب العذاب القبر. النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبران يعذبان وما يعذبان في كبير. أما الأول فكان لا يستبرئ من بوله، وأما الثاني فكان يمشي بين الناس بالنميمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم شك الجريدة دي النصفين ووضعهم على هذا القبر. ليه؟ كانوا بيتعذبوا بسبب إيه؟ غيبة ونميمة. فالغيبة يا جماعة من كبائر الذنوب. تخيل يوم القيامة كده تبقى واقف على القنطرة، اللي اختبته يجي يقتص منك، ياخد منك سبحان الله كل الأعمال وكل الأعمال الصالحة اللي انت عملتها. يعني بياخد منك الحسنات اللي ربنا تقبلها. طب أنا يا رب مش معايا حسنات، يروح مديك من السيئات بتاعته ثم تطرح في النار. فيا جماعة الغيبة من كبائر الذنوب. اوعى تغتاب حد، اوعى تتكلم على حد. الغيبة يا جماعة من كبائر الذنوب. قاعد في قاعدة فيها غيبة، سيب القعدة، لأن أنت بتاخد نفس الوزر. احنا 3 قاعدين مع بعض ودلوقتي تكلمنا على شخص في غيابه، أنت قاعد بتسمع، بتاخد نفس الوزر، بتاخد نفس الوزر. عشان في ناس كتيرة بتبقى قاعدة يقول لك أنا ما بعملش حاجة، أنا مش بسمع. أنت بتاخد نفس الوزر. فاحذروا الغيبة فإنها من كبائر الذنوب. طب إزاي أنا أتوب من الغيبة؟ أول حاجة أروح أستسمح من الشخص اللي أنا اغتبته. طب افرض مش هقدر أستسمح من الشخص اللي أنا اغتبته، يبقى في نفس الموقف اللي أنا ذكرته بيه في غيبة أذكره فيه بسوء بحاجة جميلة. مثلا قلت عليه بخيل، يبقى أقعد في نفس المجلس أقول لا ده كريم، وهكذا. ثالث حاجة مش هقدر أعمل ده كله، أتصدق له وأستغفر له وأدعو له، لأن يا جماعة الغيبة موضوع خطير. فخلي بالكم. بارك الله فيكم. كل اللي اغتاب حد يدعو له ويستغفر له، تقدر تروح له واللي انت تستسمحه، لأن يا جماعة الأمر عظيم. لأن يا جماعة ربنا عز وجل بيغفر في أي حاجة في حقه، لكن مظالم العباد دي انت بينك وبين العبد، لا إما يسامحك لا إما ما يسامحكش. جزاكم الله كل خير وبارك فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.